السلام عليكم. مفيش شك طبعا ان طريق الاهلي بقى صعب جدا في دوري ابطال افريقيا السنه دي. لما بتبدا بدايه سيئه زي اللي انت عملتها في ماتش الهلال، الفريق المتواضع اللي انت خسرت منه 1-0 في مباراه كانت في المتناول بالنسبه لك، ده بيصعب عليك الطريق جدا وبيخلي مهمتك معقده جدا. كملت العقد دي والكلاكيع دي بان انت امبارح تعادلت مع سان داونز في مباراه كانت في ايدك الى حد ما. يعني انت كان ادائك اداء متواضع في الشوط الاول، كنت خسران 1-0. الشوط الثاني بالروح والاداء ارتفع شويه، ربنا كرمك جبت التعادل مع بعد ما ضيعت ضربه جزاء لمحمد هاني اللي مش فاهم ازاي هو تصدى لضربه الجزاء دي. بناء عليه انت بتتصدر المشهد يا محمد يا هاني، انت ما بتعرفش تعمل، ما بتعرفش ترفع عرضيه حتى، فبناء على ايه انت تصدرت في ضربه الجزاء امبارح في وقت حساس زي ده؟ وفي لعيبه تانية في النادي الاهلي كانت بتلعب، كانت ممكن تلعب ضربه الجزاء دي زي معلول او حسين الشحات او محمد عبد المنعم مثلا، فان يجي محمد هاني هو اللي يلعب ضربه الجزاء في الوقت الحساس دون، فدي علامه استفهام كبيره دفعنا ثمنها امبارح. ان ضربه الجزاء دي لو جت الدنيا كلها كانت اتغيرت. جيت الشوط الثاني ربنا كرمك بعد ضربه الجزاء دي، جبت هدف التعادل، حسين الشحات بمهاره فرديه جاب الهدف الثاني. الدنيا اتحسنت واتظبطت لغايه الدقيقه 80. خطأ غريب من 7 من مدافعي الاهلي تقريبا، كان في 7 لعيبه تقريبا امبارح من لعيبه النادي الاهلي على 2 3 من لعيبه سان داونز. كره غريبه الشكل اتلعبت وسط الزحمه، راحت جت في العارضه، ردت للمهاجم حطها في الزاويه العكسيه لمحمد الشناوي اللي تقريبا لا يسأل عن الهدف ده. آه، انت طبيعي إن مستر كولر مدرب كبير، بلا شك مدرب كبير وقاد الاهلي في ماتشات كبيره جدا، وبصراحه احدث الفارق في فرقه النادي الاهلي. لكن اداؤه في مستوى في بطوله افريقيا عليه علامه استفهام، وتحديدا في مباراه الهلال وامبارح في مباراه سان داونز. انت امبارح بعد ما ربنا كرمك جبت الجون الثاني، الطبيعي مع فرقه زي سان داونز اسرع فرقه في افريقيا كلها، بتلعب بريتم عالي طول المباراه، ما بيفرقش معاها بتلعب جوه ملعبها ولا بره ملعبها. الفرقه الوحيده في افريقيا اللي تقريبا ما بتلعب زي بره الارض زي جوه الارض. الطبيعي ان انت بعد كده كنت طلعت بيرسي تاو ونزلت حمدي فتحي، قفلت نص ملعبك، انت مش محتاج تغامر بقى، قفل على الجون. رحم الله مريان عرف قدر نفسه. وتقتل رتم المباراه كلها 10 دقايق تخلصهم بطوله ولا بالعرض، تطلع كسبان المباراه، هتسهل لك الدنيا بقيه المشوار. لكن انت فتحت الملعب وكنت بتلعب زي بعد الجون الثاني زي قبل الجون الثاني بالظبط، فخطفوا منك جون، عقد لك الدنيا وعقد لك مشوارك في البطوله، ودخلتنا في حسبه بيرما، وكلنا بقينا ماسكين آلة حاسبه، ويا رب الاهلي يكسب فلان وفلان 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 يتعادل مع فلان وفلان يخسر من فلان، وعاملين كلنا بنحسب الدنيا هتبقى عامله ازاي. طبعا الاهلي ما بقاش قدامه خالص في طريقه في البطوله دي غير انه يكسب الاربع مباريات، لازم يكسب الاربع مباريات. ده الطريق الوحيد اللي تصعد بيه وانت مريح دماغك. لكن هتقعد بقى فلان احنا نتعادل مع سان داونز فلان يخسر من كذا، الكلام ده كله مش مضمون. يمكن اضعف الايمان اللي احنا مش عايزين نلعب عليه، اللي هو مش مضمون خالص، ان انت تتعادل مع سان داونز وتكسب بقيه مبارياتك. فالامل ساعتها ان سان داونز يلعب مباراته مع الهلال في الخرطوم وهو مضغوط، على الاقل انه عايز يطلع الاول، فيدوس على الهلال السوداني ويكسب ويريحك. لكن احنا برضو مش عايزين نلعب على السوداني دي تماما، يعني ما حدش عارف المفاجآت فيها ايه، خصوصا الهلال السوداني برضو الى حد ما في المباراه الثانيه ليه مع القطن الاداء اتحسن شويه، ومش مضمون ايه المفاجآت اللي ممكن تحصل في بقيه مشوار البطوله. فالافضل والاحسن ان انت تلعب مباراتك كلها كانها مباراه كؤوس، والمفروض ان ده مش صعب على النادي الاهلي بتاريخه وبروحه وباسمه، ان هو المفروض متعود انه يخش امتحانات زي كده. لكن هتقعد تفكر مين يعمل مع مين ممكن ما تصيبش معاك المره دي. ليا برضو تعليق تاني على محمد مجدي قفشه، تعليق رقم مليون، اتكلمنا عليه قبل كده حتى في كاس العالم في ماتش سياتل لما جاب الجون برضو اتكلمنا عليه. يعني برغم ان الجون ده ما غيرش من رؤيتنا ليه في حاجه. مع محمد مجدي قفشه صانع العاب النادي الاهلي، الطبيعي انه اي ماتش متأزم ليك وانت بتلعب خسران بتعادل، الطبيعي ان اخر واحد ممكن تفكر انت تطلعه هو صانع اللعب، هو اللي بيقود اللعب، هو اللي المفروض انت بتعول عليه انه يخليك تتعادل او تكسب. لكن لما محمد مجدي قفشه دايما في الماتشات اللي زي كده الكبيره الموقف فيها متأزم، يبقى هو اختيارك الاول دايما ان انت تخرجه، وبعد ما يخرج الدنيا تتظبط والاداء يتحسن، فكده اثبت بما لا يدع مجالا للشك انه لا يصلح ان يكون صانع اللعب الاساسي للنادي الاهلي. لان زي ما بنقول المفروض ان صانع انت تعول عليه انه يبقى موجود في ارض الملعب، الوحيد اللي ما تغيروش الا لسببين. يعني مجدي قفشه المفروض صانع اللعب بوضعه الطبيعي مش هتغيره وماتش متأزم الا لسببين: انه يكون مثلا اتصاب لا قدر الله، او
ان مثلا انت كسبان وباريحيه فانت بتريحه. لكن العكس اللي بيحصل، انت بتطلعه دايما وانت خسران او متعادل، واول ما بتخرجه وينزل حد مكانه الدنيا بتتحسن كلها وبتظبط. فده بيثبت لك ان محمد مجدي قفشه ما ينفعش يبقى صانع اللعب الاساسي للنادي الاهلي. وخاصه كمان ان انت جايب لعيب كبير، يعني لعيب احمد القندوسي، لعيب الجزائري، لعيب كبير، لعيب انت برضو ايه شفته في مباريات كتيره بيأدي اداء مستقر مع وفاق سطيف. فالطبيعي انه ياخد فرصته ويبقى هو صانع اللعب الاساسي للنادي الاهلي. هو لعيب عنده قدرات عاليه جدا، رجله الشمال ذهب، لعيب بيعرف يوزن حركه اللعب، لعيب الكره في رجله حلوه، هداف كمان. فالطبيعي ان هو بقى ياخد فرصته ويقود. لكن انت نفضل في نفس الدايره كأن مجدي قفشه ده ماسك علينا زله، فالدنيا كده مش هتستقيم. كفايه ان احنا ما عندناش مهاجم عدل، دي كفايه، فكمان مش هيبقى المهاجم وكمان مع صانع اللعب. ونفس اللي بيسري على مجدي قفشه بيسري على محمد شريف. فالطبيعي ان الاثنين دول يريحوا على الدكه، واخر الموسم يبقى لكل حدث حديث. كمان انا كان ليا برضو تعليق على امبارح، على ملاحظه على حسين الشحات، ودي برضو يعني غريبه شويه مستر كل، ان دايما حسين الشحات في الماتشات اللي بيبقى فيها احسن لعيب في النادي الاهلي وهو اللي بيفرق في الريتم وهو نجم النادي الاهلي بيخرجه، وبعد ما يخرجه بنفقد قدره هجوميه كبيره قدام. مش عارف ايه سر الحته دي، ان حسين الشحات وهو كويس جدا بيخرج، علامه استفهام. لكن النادي الاهلي ان شاء الله ربنا ييسر الحال. موقف بقى صعب لكن مش مستحيل، يعني انت هتلاعب سان داونز في ارضه، ماتش صعب جدا بصراحه النادي الاهلي مع فرقه زي سان داونز، لكن مش مستحيل. وبالروح وبالعزيمه، ولو اعتبرت ان ده لقاء كؤوس، لان ده لقاء حاسم وفاصل في مشوارك في البطوله، ممكن ان شاء الله بامر الله ربنا يكرم ونفوز، او يعني اضعف الايمان نتعادل.